السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يواجه منتخب تونس نظيره النيجيري مساء السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس إفريقيا المقامة في المغرب. ويلعب كل من منتخبي تونس ونيجيريا في المجموعة الثالثة من البطولة برفقة كل من أوغندا وتنزانيا. ويحتل نسور قرطاج صدارة المجموعة بفارق هدف وحيد عن نيجيريا بعد فوزهم على أوغندا ب3-1 في الجولة الأولى، وفوز نيجيريا ب2-1 على تنزانيا. وتقام المباراة يوم السبت 27 دجنبر على ملعب المركب الرياضي لفاس، وتنطلق المباراة على الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر. والقنوات الناقلة بين سبورت ماكس 1. بعد انطلاقة قوية في مشوارهما في بطولة كأس إفريقيا 2025، يتنافس منتخبا نيجيريا وتونس بعد انطلاقة قوية في مشوارهما في بطولة كأس إفريقيا 2025 يتنافس منتخبا نيجيريا وتونس النسور الخضراء على صدارة المجموعة الثالثة على ملعب فاس السبت. وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز نيجيريا 1-0 في ربع نهائي عام 2021، ما يشير إلى قدرة تونس على قلب الطاولة على نيجيريا مجددا، خاصة مع سلسلة انتصارها الثلاثة المتتالية. على نطاق أوسع، حقق نسور الخضراء 6 انتصارات في آخر 9 مباريات، وقد يرى المشجعون الأكثر تفاؤلا في النتيجة فعلا حسنا. وتشير سجلات دور المجموعات في بطولة كأس إفريقيا إلى قدرة النسور الخضراء على إفساد جميع منافسيهم، حيث فازوا 6 من آخر 7 مباريات خاضوها في هذا الدور. تواجه المنتخب التونسي والنيجيري 6 مرات في جميع المسابقات، وحقق كل منهما فوزا واحدا، بينما تعادل في المباريات الأربع الأخرى. وبما أن كليهما بدأ هذه البطولة بفوز، فليس من المستغرب ألا يحقق أي منهما الفوز مساء السبت. بالنسبة لتشكيلة تونس: حراسة المرمى هناك اللاعب أيمن دحمان، خط الدفاع علي العابدي، منتصر الطالبي، واللاعب يان فاليري. وخط الوسط هناك اللاعب إلياس الشخيري. في خط الهجوم هناك اللاعب إلياس سعد وحازم المستوري. المرجو الاشتراك في قناة مغرب نيوز من أجل التوصل بتغطية خاصة لكل مباريات كأس إفريقيا. شكرا على تتبعكم وإلى اللقاء.